انا هسمعكم هو قال لهم ايه. انا هسمعكم هو قال لهم ايه. اسمعوا يا جماعه، قال لي ايه للناس اللي بتنتقدوا عشان صفقه القندوسي. اسمعوا قالوا له ايه. اسمعوا يا جماعه. لك مروح، لا انا ولا اولادي شغالين عندكم يا اولاد الكلب. لا انا ولا اولادي شغالين عندكم يا اولاد الكلب. تصريحات مرتضى منصور بعد ما ما خد من الاهلي تفوق تماما في صفقه القندوسي. وهي يا جماعه لعبه الصفقات دي زي لعبه الكوره، خلاص الاهلي تفوق وخد منك القندوسي. لكن طبعا انتوا عارفين كعاده رئيس الزمالك مرتضى منصور مش هيسكت طبعا، وبدا بقى يدي حجج واوهام. فبسرعه كده طبعا انا فرحان جدا صراحه ان احنا خدنا الصفقه دي، لان اللاعب ده كويس جدا. طيب مرتضى منصور قال ايه بقى بعد ما عرف حوار صفقه القندوسي؟ قال لك بص، طبعا اول حاجه راح مخبط في رئيس وفاق سطيف. قال لك رئيس وفاق سطيف سمسار تواصل معايا يوم 16 يناير الجاري من اجل بيع القندوسي، وهو الذي عرض عليه اللاعب. طيب رئيس وفاق سطيف هو اللي عرض عليه اللاعب. وبعدين قال وفاق سطيف طرد وكلاء سوريين جم يتفاوضوا معاه عشان ياخدوا القندوسي للزمالك بسبب طلبهم عموله في صفقه القندوسي، لان رئيس وفاق سطيف هو من يريد العموله. يعني اتهم رئيس وفاق سطيف ان هو اللي كان عايز العموله، وطرد وكلاء سوريين جايين له عشان يخلصوا صفقه القندوسي للزمالك. وهكلمكم في اخر الفيديو عن الوكلاء السوريين دول بعد ما اقول لكم تصريحات مدير وفاق سطيف. طيب، وقال لك ان واتهم برضه رئيس وفاق سطيف ان هو اللي فوت مباراه الاهلي في مباراه اللي هي الدور ال 32 في دوري ابطال الافريقيا، وان برضه كالعاده ان الاهلي ان وفاق سطيف فوت الماتش للنادي الاهلي. طيب، وقال لك ان رئيس وفاق سطيف طلب منه 500 الف دولار مقابل بيع اللاعب، لكن محمود الخطيب رئيس الاهلي عرض 2 مليون دولار. هل يعقل، هو بيقول مرتضى منصور، هل يعقل ان اجلب لاعب ب 60 مليون بعد ان كان ب 15 مليون؟ ووجه نداء طبعا رئيس الجمهوريه وقال له يا سياده الرئيس، دخل رئيس الجمهوريه. يا جماعه كوره، هي كوره وصفقات. دخل رئيس الجمهوريه قال له يا رئيس الجمهوريه، محمود الخطيب لا يستطيع تحمل المسؤوليه وهيوصل الموضوع لحرب اهليه بين جماهير الزمالك والاهلي. بقى الخطيب هو اللي هيوصل الموضوع لحرب اهليه بين جمهور الزمالك والاهلي. امال انت قاعد تعمل ايه بقالك من يوم ما مسكت رئاسه النادي؟ انت قاعد تعمل ايه؟ انت قاعد تعمل ايه من يوم ما مسكت رئاسه النادي؟ يعني اللي انت بتعمله ده يعني انت الشتيمه وقله الادب وطولة اللسان واتهام الناس والخوض في الاعراض والاشخاص، ده كله ده اسمه ايه بالنسبه لك؟ يعني لو محمود الخطيب عشان صفقه هيوصل الموضوع لحرب اهليه. طيب، وقال لك الموضوع تخطى مرحله الصفقات وهيوصل الى حرب اهليه بين جماهير الزمالك والاهلي عن قصد. وبعدين قال لك لم نتفاوض على صفقه يتحدث عنها الاهلي. يا سلام، ده لازم نقول كده. ولم نوقع مع لاعب لديه عقد مستمر مع الاحمر. هذا الوضع طبيعي. لا يصح ان تتزوج سيده على زوجها والا يعتبر هذا زنا رياضي. دخل الموضوع في زنا عشان خد منه صفقه واي كلام وهبل، مع ان العالم كله جميع فرق العالم بتتفاوض على صفقات وبياخدوا، الانديه كلها بتقعد تتخانق وتتعمل، والشطراء ووكلاء اللاعبين بيخشوا مدير التعاقدات بيخشوا عشان يخطفوا صفقه معينه. دي شطاره زي لعبه كره القدم خلتها حرب اهليه. ووجهت نداء للرئيس. ده لسه اسمعوا اللي جاي. قال لك لكن هو خد مني قندوسي زي ما خد زي ما خد مني مروان عطيه. والخطيب بيعمل كده عشان بيقول ان احنا بنخطف اللاعبين من الزمالك اللي الزمالك عايزهم. بقى محمود الخطيب هو اصلا من الاهلي اصلا بصفه عامه، اللي يمثله محتاج الخطيب محتاج انه يخطف لاعبين. طب ليه يخطف لاعبين؟ ما احنا الاول على الدوري وطريقنا ممتاز وفي كاس العالم للانديه والدنيا جميله والدنيا حلوه واخدين منكم بطوله كاس السوبر وانتوا طالعين من الكاس وواصلين لنهائي الكاس، فالدنيا جميله بالنسبه لنا. يعني انت مش في دماغنا اصلا. انت يا ابني انت ليه دايما بتقارن نفسك بيا ولا حاطط نفسك معايا؟ انت مش معانا اصلا، انت مش في دماغنا اصلا كنادي زمالك، عشان انت خليك في اللي انت فيه. دي حاجه. وقال لك انتوا ليه بتجيبوا اصلا نص وانت عندك حمدي فتحي وديانج ومروان عطيه؟ دي الصيغه بقى اللي هي منتشره بين كل الزملكاويه، حمدي فتحي والسوليه وديانج ومروان عطيه، وجايبين القندوسي ليه؟ وانت مالك يا عم؟ الراجل بيلعب 8 و10 وجناح يا عم. وبعدين طب ما انت عندك اكرم توفيق وكريم فؤاد، الاثنين جالهم صليبي. طب ما عندناش الا محمد هاني وجبنا خالد عبد الفتاح. فوارد جدا يحصل اي اصابات. اي فريق عالي وكبير في الدنيا
بيبقى لازم عنده كذا كذا اكتر من كذا حد في المكان عشان يعرف يلعب ويكمل في البطولات. احنا في كاس عالم للانديه وفي دوري وفي كاس وفي سوبر وفي افريقيا، ولسه في كمان لسه في سوبر بتاع السوبر الافريقي الجديد اللي هيتعمل في شهر 8. احنا مش محتاجين لعيبه، ده احنا محتاجين ترسانه لعيبه. كل ده عشان تداري على خيبتكم وعلى فشلكم في اتمام الصفقه. اعترف وقول انا فشلت في اتمام الصفقه. وقال لك هم بيجيبوا، كانوا عارضين على موليكا، مرتضى برضو بيقول ان هم احنا كاهلي عرضنا على موليكا 3 مليون دولار. انتوا جبتوا الفلوس منين؟ وانت مالك يا عم؟ وانت حد سالك جبت الزناري، جبت سامسون كينولا بكام؟ ولا حد سالك انت الراجل اللي مشي وسابكم، اللي هو راح رجع الرجاء البيضاوي ده، سابكم وفسختوا العقد معاه في المغربي وسابكم ومشي بدي الفلوس، حد سالك انت جبتها بكام ولا سالت بكام؟ مفيش حد جاب سيرتك. وقال لك ان الاهلي ده بيهدر المال العام وده اسمه غسيل اموال، وان الخطيب والاهلي بيمولوه. بصوا يا جماعه وصل الموضوع منين؟ بيقول لك ان الخطيب والاهلي ان بيمولوه جماعه الاخوان المسلمين. انتوا متخيلين يا جماعه الراجل ده بيقول؟ انتوا متخيلين؟ هيموتني، هيموت دين امي، هيموتني الراجل ده هيموتني والله العظيم. طيب وبعدين كل ده وفي الاخر هو قال لك ايه بقى؟ ولم يتحدث احد من المنتقدين على ان هو ضم طبعا ناصر منسي. انا بتكلم ناصر منسي وطلبوا رحيله عن منصبي وانا واحمد وامير عشان فشلوا في صفقه القندوسي، فقال لهم احنا لا نعمل عندكم. هو لا بقى لهمش بقى احنا لا نعمل عندكم. بسرعه كده هاخدكم في تصريحات مين؟ تصريحات بقى المدير العام لنادي وفاق سطيف. بصوا يا جماعه، قال لك الزمالك اول من دخل في مفاوضات مع القندوسي لكنها كانت مع سمسار سوري وليس رئيس النادي. يعني نفس كلام مرتضى اهو، المدير العام وفاق سطيف بيقول اهو. تمام. السمسار السوري بقى ده مين؟ ناس بتقول ده مين؟ ده صاحب اصلا امير، اللي هي الشركه اللي فتحها امير عشان السمساره بتاعت اللاعبين وهو معاه الوكلاء السوريين. فالراجل ما كذبش، فانت بتقول نفس الكلام اهو، ان جاله فعلا واحد سوري، ما ينكرش الراجل. ومش معقول برضو المدير العام لنادي وفاق سطيف هيطلع يخبط في رئيس ناديه، يعني ان هو لو هو بياخد عموله زي ما مرتضى بيقول. طيب قال لك رئيس وفاق سطيف حاول التواصل مع مرتضى منصور شخصيا، مش عايز يتفاوض مع وكيل يا اخي، عشان ما ينفعش ان هو يا رئيس نادي يتفاوض مع سمسار، لكن مرتضى ما ردش. قال لك المفاوضات مع الزمالك لم تكن صريحه وبها مراوغات، وكانوا يطلبون امورا تعجيزيه سواء للنادي او اللاعب وليست ماديات، العقد لم يكن صريحا. لما مرتضى منصور بيقول لك بقى المدير العام، لما مرتضى منصور عرف ان الاهلي دخل في الصفقه، الزمالك عرض اكبر من النادي الاهلي بكثير. قال لا، طب ما انت بتعرض اهو فلوس ومعاك فلوس اهوت، ما عرفتش ليه من الاول؟ ولا هي كلتك واتضايقت من الحركه لما لقيت الاهلي داخل في الصفقه؟ لكن قال لك رغبه اللاعب هي التي حسمت الموضوع، والقندوسي اتجه الى النادي الاهلي. ما طبعا هو يا جماعه الراجل بيشوف مستقبله، فريق في كاس العالم للانديه وعنده افريقيا واول الدوري وواخد كاس، ففريق بطولات بيأمن مستقبله، والواد لسه صغير 23 سنه. فانت لو مكان القندوسي انت حتى يا اللي بتسمعني يا كمشجع زملكاوي هتروح فين؟ هنا ولا راجل بيقعد يهين في لاعيبته وبيشتم لاعيبته؟ ما هو بالعقل. فعشان كده مفيش حد بيصدق اللي بيقوله رئيس نادي الزمالك، هي دي القصه كلها. وبعدين القندوسي اصلا رئيس وفاق سطيف بيقول لك احنا، القندوسي كانت رغبته، كان نفسه يروح الاهلي من سنتين، هو يا رغبته الاهلي. فانت ازاي تطلع بقى ايه؟ بس طبعا عشان تداري على الفشل لازم تطلع تقول الكلام ده.